أهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا النهارده نشوف الطاقة المشتركة بينكم انتوا الاتنين في البعد وفي الخصام. ايه الطاقة اللي بتجمعكم؟ معانا النهارده مجموعتين، معانا قرايتين، المجموعة الأولى والمجموعة التانية بحروف اسم الشريك وبالأحجار. يلا بينا كده نبدأ الفيديو. وكمان عايزين ما ننساش السؤال بتاعنا: تتصرفي ازاي مع الراجل المدلع اللي هو سوري يعني بتاع مامته، اللي كل كلمة يطلع يجري يقولها لها وحاططها على طول في كل حاجة في الكلام، يعني اللي بياخد كلام من هنا يوديه هناك عندها ويتسبب في مشاكل. يلا بينا، سواء للمخطوبين بقى، للأزواج، أيا كان بقى، أو العلاقات. فتتصرفي مع الشخصية دي ازاي؟ ويلا بينا نشوف الطاقة المشتركة بينكم النهاردة الفيديو بتاعنا. وما تنسيش تردي على السؤال، عشان احنا قلنا من الأسئلة بتاعتنا ومن الإجابات بنفيد بعض، ده الهدف من الأسئلة. يلا بينا، معانا مجموعتين، اختاري المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الأولى بالحجر ده، طبعا انتوا عارفين طاقته حلوة، الأبيض في ذهبي. أصحاب المجموعة الأولى حروف اسم الشريك: س ي ج ص د ق ض ش ر ف ه ز ميم ط. دي حروف المجموعة الأولى. يلا بينا. الأحجار: الحجر ده البني طاقته حلوة برضو. ألف ت واو لام عين س ح كاف غين زين ظ ب خ نون. دي حروف الشريك المجموعة التانية. يلا بينا. اختار. يلا عشان وقت الفيديو. الطاقة المشتركة بينكم انتوا الاتنين في وقت الزعل، ايه الطاقة اللي بتجمعكم؟ الطاقة المشتركة بينكم انتوا الاتنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في ايه؟ في ايه؟ كل اللي بتقولي كده. حاضر حاضر حاضر. الطاقة المشتركة بينكم ليه كده؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الزعل ده كله؟ عشان كده متوترين. غالبا كان في طرف تالت. لا 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 لا، صعبة. الطاقة المشتركة بينكم صعبة. ايه يا جماعة في ايه؟ ده انتوا ورقكوا طار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب كده تكون القرايه، الكروت يعني اقصد واضحه. الطاقه المشتركه بينكم انتوا الاثنين متدمرين، انتوا الاثنين تعبانين، انتوا الاثنين حاسين ان انتوا ميتين، مش مبسوطين خالص. انتوا الاثنين عمالين تراقبوا في بعض، انتوا الاثنين طاقه المراقبه شغاله، انتوا الاثنين بتبصوا على بعض. دي الطاقه المشتركه بينكم. برضو انتوا الاثنين بتبصوا على بعض. وفي عروض على فكره، يعني هو عنده عروض ان هو ممكن يكون جاله كذا حد غيرك وانت نفس الكلام. يعني في عروض وفي برج مراقبة، انتوا الاتنين شغالين أبراج مراقبة مية مية يعني على بعض. في طرف تالت كان بيخش الطاقة المشتركة بينكم. كان في أطراف تالتة كانت بتخش. طبعا القراية ديت قراية عامة، مش لناس محددة أنا بنقراها. كان في طاقات سلبية كمان بينكم. وفي حد ممكن يكون لناس كتير منكم، البعض منكم اتعمل له حاجات، أعمال وحاجات زي كده. فالطاقة المشتركة بينكم صعبة للغاية، بالرغم ان انتوا الاتنين اشخاص طيبة، يعني انتوا الاتنين حد طيب، حد حنين. انتوا الاتنين برضو الكارت التاني بيرد على الكارت الاولاني اللي طلع. انتوا الاتنين بتبصوا لبعض بحب، يعني انتوا الاتنين بتحبوا بعض. بس انتوا الاتنين الطاقة المشتركة بينكم كان فيها عارفين لما نقول له عدم سلكان، يعني ما فيهاش سلكان واضح، يعني في نفوس وحشه. يعني انتوا الاثنين كنتوا شايلين من بعض، انتوا الاثنين لحد دلوقتي انتوا الاثنين شايلين من بعض، انتوا الاثنين مش صافيين لبعض. انتوا الاثنين كانكم مستنيين تضربوا الضربه، كل واحد يضرب الضربه للتاني. انتوا طاقتكم وحشه قوي، طاقتكم صعبه على فكره. انا ما قريتش قرايه زي كده في الطاقه اللي هي الطاقه المشتركه. يعني الطاقه المشتركه كانت بتطلع لي على طول حلوه. دي بصي هنا طاقه سلبيه، سحر واعمال، وهنا كارت شيطان. يعني بصي الطاقه طبعا القرايه دي مش يعني قرايات عامه، يعني ممكن توافق ناس وناس لا. انتوا الاتنين نفسيا تعبانين، ما بتناموش بالليل نفسيا من الكروت الطاقه السلبيه دي، من الطاقه السلبيه اللي عليكم والاعمال والحاجات دي كلها. تعبانين نفسيا، ما بتناموش بالليل. طاقه مش حلوه خالص. طاقتكم المشتركه مش عاطفيه، مش انا مش شايفاها لذيذه بالمره. اصحاب المجموعه الاولى اللي حابين تتواصلوا معايا، يا ريت تتواصلوا معايا. اللي اختاروا المجموعه الاولى يا ريت تتواصلوا معايا عشان اعرف قصتكم اكتر من كده. لان انا هنا قرايه عامه، اللي حابب قرايه خاصه يتواصل معايا اعرف له طاقته بالظبط، لان انا شايفه الطاقه صعبه. الطاقه المشتركه صعبه جدا. الطاقه المشتركه
لا لا يا جماعة مش كده، لا مش كده. الحب للهدوء وراحة الأعصاب، مش للموت وتعب النفس. الطاقة الصعبة قوي دي، وللطاقات السلبية وللغدر والخيانة وللعروض. هو بيبقى عليه ناس وانت لا لا لا، ايه ده ايه ده، طاقتكم صعبة ليه كده؟ ماشي، دي أصحاب المجموعة الأولى ما كنتش حابة القراية، مش لذيذة. بالرغم إن القراية واضحة قدامكم وأنا قارياها، بس هي متعبة، متعبة يعني، لا طاقة صعبة. أصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا الحروف دي والحجر ده، يلا بينا. ده انتوا حتى وأنا بعمل الورق كانت الورق بيقع، والله الورق وقع، والله الورق وقع وأنا عمالة. أصحاب المجموعة الأولى يعني طاقتكم صعبة. أصحاب المجموعة التانية، الطاقة المشتركة بينكم فيها برضو، فيها حلنجية كده، يعني فيها ان انتوا طيبين قوي برضو، وبتبصوا على بعض وبتراقبوا بعض برضو، وعايزين ترجعوا تتكلموا مع بعض. الحب حلو بينكم قوي، كاسات الحب بينكم متبادلة. انتوا الاتنين طيبين في الطاقة المشتركة بينكم، انتوا الاتنين حد طيب. انتوا الاتنين بتبعتوا تخاطر لبعض، انتوا عايزين تتواصلوا مع بعض. انتوا الاتنين نفسكم ان انتوا ترجعوا تتكلموا مع بعض في التليفون، وبعد كده يبقى في بداية كلام. وفي هنا برضو الكارت برضو وضح نفسه برضو تاني، يعني نفسكم ترجعوا تتكلموا مع بعض وتقعدوا قدام بعض. انتوا الاتنين طاقتكم كانت فيها استخفاف ببعض شوية، كنتوا بتستخفوا بعقول بعض، وده كان غلط منكم، ده كان مش حلو بينكم. مع انتوا بتحبوا بعض جدا، كان ايه لازمة الحتة دي ان انتوا تعملوها في بعض؟ عايزين ترجعوا تتواصلوا مع بعض وتتكلموا تاني، انتوا الاتنين دي الطاقة المشتركة بينكم. نفسكم برضو ان العلاقة تاخد شكل تاني، تطلع للنور تاني من اول وجديد، وتبقى فيها العلاقة تاني، ترجع العلاقة اللي فاتت دي كلها اللي كان فيها تعب نفسي وكان فيها استهتار ببعض، فبتتأسفوا لبعض هنا. دي طاقتكم المشتركة، فيها حب وفيها ذكريات وفيها رجوع لبعض، وفيها ذكرياتكم تعباكم وذكرياتكم بتفكروا في بعض ليل ونهار. والتخاطر اللي بتعملوه على فكرة بيوصل، تخاطر بيوصل. معايا برج الميزان وبرج القوس وبرج الأسد وبرج الدلو. دي الأبراج اللي طلعت لي. طاقتكم كلها حب، بتفكروا ببعض وعايزين ترجعوا لبعض تاني، غير القراية الأولى. القراية الأولى كانت متعبة، كانت بصراحة دمار الصراحة. ربنا يصلح حالكم يا رب كده. واللي حابب قراية خاصة تواصل معايا 015 54660065، ومن خارج مصر على 002015546660065 لحجز القراءات الخاصة طبعا. وما تنسونيش بكومنت حلو كده اللي عجبه القراية طبعا. واعملوا طبعا برضو للقناة. واللي حابب قرايات خاصة يتواصل معايا. وما تنسوش السؤال سألته لكم، تعملي ايه مع الراجل اللي كل حاجة بيروح يحكيها، ياخد الكلام اللي بينكم والحاجات اللي بينكم، مش بيخبي سر، مش لا بيروح يحكي كل حاجة، سواء لوالدة سواء لصاحب. تعملي ايه مع الراجل دوت عشان تبقى تفهميه ان لا، احنا لينا حياتنا الشخصية اللي ما ينفعش تحكي عنها. جاوبي طبعا على السؤال، واشوفكم في قراءات اخرى. السلام عليكم.